ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلة من احلى الاكلات اللي بنحبها في رمضان، الرز بالخلطة او الرز بالكبد والقوانص والمكسرات. هنعمله بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا، وان شاء الله هتطلع معاكي حلوة قوي قوي. اولا المكسرات اللي استخدمتها اللوز مع الزبيب، حطيتهم في بولة كده وحطيت عليهم مية مغلية وركنتهم دلوقتي علشان يبقى سهل ان احنا نقشر اللوز والزبيب، ال- الحجم بتاعه ينفش كده. الكبد والقوانص اللي استخدمتها، خدت القوانص الأول قطعتها حتت صغيرة وبعدين حمرتها كده في السمنة شوية وتبلتها بالملح والفلفل الأسود والقرفة وقلبتها شوية، وبعدين ضفت لها نص كوباية مية وسبتها تستوي كده نص سوا، لأنها طبعا بتاخد سوا أكتر من الكبد. بعد ما شربت المية بتاعتها بقت بالشكل ده، حطيت عليها الكبد، وطبعا الكبد برضو مقطعينها، تحطيها على جنب كده وتقلبيها لوحدها شوية لحد لونها ما يتغير، وبعدين تقلبيها مع القوانص وتضيفي لها بقى المرة دي كوباية مية وتسيبيها بقى تستوي سوا كامل. في حلة بقى على النار هتحطي معلقتين سمنة ومعلقتين سكر كبار. السكر اللي هنحطه معلقة لكل كوباية رز هتستخدميها. هنكرمل بقى السكر ده كده، وبعدين لما يتكرمل وياخد لون ذهبي فاتح هنضيف له الرز بتاعنا. انا طبعا مستخدمه كوبايتين رز مش منقوع، انا غسلاه ومصفياه بس بالشكل ده. هتنزليه بقى على الكراميل وهتقلبيه 3 4 دقايق كده لحد ما يتشمع بالكراميل كده، وبعدين هنتبله بالملح والفلفل الاسود والقرفه وتوابل مشكله، كل حاجه نص معلقه صغيره، وحطيت ورقتين لورا. بعد كده هنضيف له بقى الشوربة بتاعته، حطيت الأول 3 كوبايات شوربة طبعًا تكون سخنة، وتغطّي بقى وتسيبيه شوية. بعد كده لمّا هنشوفه استوى والّا لأ، كده أنا باقشّر اللوز، طبعًا سهل جدًا إنه يتقشّر كده بعد ما اتنقع. شُفت الرز أهو بقى لقيته لسه ما استواش، حطيت له نُص كوباية شوربة كمان، وهدّيت النار بقى عليه خالص، وطّيت خالص يعني النار وتسيبيه لحد ما يستوي بالكامل. بعد كده اللوز أهو قشّرته وقسمته كده نُصّين، وبدأت أحمّره كده في شوية سمنة بسيطة، وضِفت له شوية عين جمل. آدي لحد ما ياخد لون دهبي فاتح كده أطلّعه. بالنسبة للزبيب اللي كنا ناقعينه برضه اتحمّر مع المكسرات. طلّعت بقى ورق اللورا لإن طبعًا الرز استوى خلاص ونزّلته أهو، وجِبت القالب بقى اللي هارُص فيه الرز. حطيت الأول المكسرات كده، طبعًا بديل المكسرات الفول السوداني، هتحمّصي برضه الفول السوداني في شوية سمنة صغيّرين كده وتقدّمي برضه بنفس الطريقة. حطيت المكسرات تحت كده الأول، وبعدين فوقيها الكبد والقوانص كده. الكبدة بالطريقة دي طالعة طعمها حلو أوي، كانت عاوزة بس شوية فلفل أخضر أو فلفل ألوان وتعمليها ساندوتشات تبقى لذيذة جدًا، هتعجب الولاد أوي. حطيت بقى الكبد والقوانص أهي، وبعدين هنحط الرز بتاعنا. ممكن بدل القالب الكبير ده تعمليه في قوالب صغيرة أو في بولة صغيرة كده، وتقدّمي لكل واحد طبقه مستقل كده، هيبقى شكله جميل أوي. وحطيت بقى في الفتحة دي كده شوية كبدة وشوية برضه مكسرات كده وحوالين الطبق، طريقة حلوة للتقديم. وكنت عاملة بقى القلقاس بالخضرة فقدّمته معاه، وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده في الرز اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.